كان المستعمر الفرنسي يستخدمها كسجن. أيضا إلى مدينة طرطوس. طبعا نحن بضيعة ضايعة المدينة اللاذقية. صباح الخير من مدينة حلب، من دوار الموت بالتحديد. يا ترى كيف الطريق على الساحل السوري؟ لهيك أنا وأبي عرب اليوم قررنا نطلع على الساحل ونورجيكم الطريق. شوف شو ممكن نعمل بهاليومين بالساحل السوري. لا تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لنا لايك على هذا الفيديو وخلوكم معي. طبعا نحن يا جماعة الخير حاليا على مداخل مدينة إدلب، متجهين إلى سرائب والحفر ما شاء الله. طبعا يا جماعة هذا الطريق ليك شوفوا الحمد لله، شوفوا الطريق كتير يعني بالأخص من مداخل مدينة إدلب كتير صعب، فيه كتير حفر مطبات، يعني يعتبر طريق شوي المشي فيه بده يكون الواحد حذر فيها. يا جماعة الخير نحن قطعنا حاليا جسر الشهود، متجهين على اللاذقية. بصراحة الطريق حلو هون، ولكن قبل يعني الطريق صعب شوي، مو مثل طريق الشام، طريق محفر هيك فيه مطبات، فبده واحد يدير باله. ولكن شوفوا لي على جمال الطريق. طبعا نحن هون لسه ما فتنا بالجمال الحقيقي، نحن هون حاليا ببداية الطريق. طبعا يا جماعة الخير في شغله لازم تنتبهوا منها، انه ما تشغلوا موقع اذا انتم طالعين على اللاذقية بسوريا، لانه اخر تحديث يمكن للموقع 2006 كانت هي الطرقات كلها ما مبنية. فاللي صار معنا اخي ذوالفقار نحن كنا ماشيين او اعطانا طريق باذن الله وصلنا على جبل مسدود، فنحن ما بعرف وين صرنا، بس ان شاء الله بنوصل على الساحل. لفينا ورجعنا. طريق نحن هلا حاليا امورنا سليمه ان شاء الله ان شاء الله. نحن لحين السيارات، وانتم اذا شفتوا هذا الفيديو معناته نحن بامان، يعني ما تاكلوا هم. والطريق الشم حفر يا سلام. بس بالنسبه للحواجز لحد الان ما في وقفنا غير حاجزين بمدخل إدلب يمكن، وهلا قبل شوي. يعني المعامله لحد الان ما في احلى من هيك، الامور ضايقه ولحد الان كل شيء بخير. خليكم معنا نكمل هي المغامره. يا جماعة الخير باقي لنا تقريبا بحدود الساعة بنوصل اللاذقية، ولكن تفرجوا لي على جمال الطبيعة بالبلد. ما قدرنا نقاوم هيك جمال المناظر، فوقفنا هو نستريح شوي وهو نورجيكم جمال المناطق وجمال الطريق ما أحلى. طبعا يا جماعة الخير دخلنا حاليا مدينة بانياس ومتجهين إلى طرطوس. شوفوا شلون بسوق بدون ما امسك الدركسيون. يا عين عليك شقد بطل. قيادة ذاتية لحالها. شلون الطريق لحد الآن؟ والله الطريق ذهب. بخوف ما طريق الساحل؟ لا ما بخوف، بالعكس كثير حلو، بس فيه مشكلة وحدة. شو هي؟ اخي عملوا لنا استراحات مشان الله. بتعرف اذا حدا بيجي بيفتح استراحة هون على طريق الساحل بقص دهب، يعني معقول من بعد ما قطعنا سرائب يمكن بعد ما قطعنا سرائب جسر شغور هالقصص ما في ولا استراحة ولا استراحة. يعني بتلاقي هيك براك ببيعوا شرب كذا اكل كرواساني بسكويتي، بس بدنا استراحة تفوت على الحمام لعدم المؤاخذة، تغسل، تقعد شوي ترتاح، ما في. عبس عم بحكي من حرقة قلب انا. ولي عليك. حاليا وصلنا إلى مدينة طرطوس، فقررنا أن تكون وجهتنا الأولى مدينة طرطوس، ولكن
هي الطلعة بدون أي تخطيط، فنحن ما عارفين أصلا يعني وين بدنا نروح أو شو بدنا نعمل. فخليكم معنا نشوف شو ممكن يصير معنا بهي المغامرة. ولكن الشيء اللي حبيت أقول لكم إياه إنه صدقا ولا أحلى من هيك طريق، ولا يعني أأمن من هيك طريق. وصلنا طرطوس، خليكم معي. طبعا اول ما وصلنا على مدينه طرطوس اول شيء عملناه فطرنا. نسينا نصور لكم الفطور لانه كانت الكاميرا بالسياره. ولكن اول شيء بتعملوه لما بنوصل على مدينه طرطوس شو هو؟ نطلع رحله لجزيره ارواد لحتى نشوفها ونشوف الطريق. فخليكم معنا لحتى نطلع على ارواد. المفروض اكون انا مغامر اطلع واقف بس ما عاد فيني حيل من الشمس. اجرة الراكب من طرطوس من الكورنيش طرطوس لارواد 10,000 ليرة سورية، يعني تقريبا $1 على الراكب. فخلينا نشوف شو بده يصير معنا هنيك. يا جماعة نحن حاليا بجزيرة ارواد. جمال الجزيرة يا ابو عروب، جمال الجزيرة بياخذ العقل. خليكم معنا نعمل جولة داخل الجزيرة نشوف شو الأنشطة اللي ممكن تعملوها داخل الجزيرة. هلا بما انه عم نصور لكم فيديو عن الطرقات، فطريق من طرطوس لارواد حلو بس سالك، يعني ما في حواجز، بس يا اخي ممكن تدوخ ما بعرف حسب. خلونا ناخذ لقطات جوا الجزيرة. نحن حاليا داخل قلعة ارواد. جمال هي القلعة يا جماعة بتجنن. تعالوا ناخذكم فتلة جوا القلعة. في شغلة صارت هون بهي النقطة بالتحديد ومشهورة جدا بقلعة ارواد، اللي بيعرفها يكتبنا بالتعليقات. انت ما بتعرفها؟ كتبوا لنا بالتعليقات. مثل ما بتعرفوا يا جماعة الخير، أيام الاحتلال الفرنسي هي القلعة كلها بالكامل وحتى الجزيرة كان مستعمل فرنسي يستخدمها كسجن للثوار السوريين اللي كانوا يطلعوا بوش الفرنسيين. فبعد ما تحررت القلعة كتبوا هون أهم المجاهدين اللي كانوا مسجونين داخل هي القلعة، ولكن في اسم شوكت ما موجود بيناتهم. أبو عصام بس في الاسم اللي بيلفت النظر هو سعد الله الجابري، اللي عنا منه ساحة باسمه عنا باسمه ساحة بحلب، ساحة سعد الله الجابري. لأنه سمعنا انه طرطوس بالليل احلى من الصبح، فحبينا ناخذكم بجولة مسائية بطرطوس. ولكن قبل ما نبلش الجولة شوفوا مين شفنا بطرطوس. محمد دكيني يا لو سهل المشهور المعروف بمحتواه الانساني. يا حياك غيس حبيبنا علينا. في عندك مهمات بطرطوس كتير. ماجد الله حيو صاحب المحتوى الرائع. ابراهيم الجندي المجهول. دخيل قلبكم. يعني جولة رح تاخذ العقل. كملوا معنا. أول محطة بطرطوس جينا أول شيء نعمله إنه نتعشى. فجينا عند مطعم اللفاح طرطوس. بدنا ناكل جوعانين. إيش ملاحظاتك على الأكل قبل ما ينزل؟ انت شايفك اكل اطيب شيء انت بالعالم. ابو يعقوب طبعا طالع على السفينة، انا ما بقدر اطلع لانه عم باكل. وين السندويشة هيك؟ ما بدي ما بريد خليها مع خليكم معنا نشوف شو راح يصير فيهم. يا شباب والله انا بدوخ. يلا شغل لك شغل وروح اسرع. ابو عمار مبسوط يا روحي؟
يلا خذ هي يوتيوب تعال. يلا باي للكاميرا. ما بقى لحق الكاميرا. صباح الخير، تاني يوم بمدينة طرطوس قبل ما ننطلق للوجهة الثانية. جينا نشرب قهوة على البحر وناخذ كم لقطة ونكمل لحتى نروح لنقطتنا التالية. طبعا يا جماعة الخير، بعد ما شربنا قهوتنا بطرطوس وصحصحنا قررنا انه نكمل جولتنا بالساحل، نطلع على مدينة كسب. يعني رح نمر باللادية، بجبلة، شو كمان رح نمر؟ راح نروح على حميمين، بانياس، جولة هيك على السريع. ولكن رح نستقر او نقطتنا القادمة اللي هي كسب، او بالتحديد قرية السمراء، ضايعة ام الطنافس الفوقة. طنافس. نحن تقريبا هلا صرنا بجانب جبلة على طريق السفر، ولكن وقفنا لحتى نشرب لنا شي شغلة. الشباب يريحوا شوي. مرحبا، كيفك يا اخي؟ شو الامور؟ والله رواق الوضع رواق، الله يعطيهم العافيه الشباب، يعني ما مقصرين. كيف شفت لي الطريق؟ والله الطريق ذهب يا شباب. كيفك يا حبيبي؟ اخي رايحين ناخذ مي من سيارة دكيني، تبرعنا بنين. شو رايك بالطريق؟ كيف شفت لي؟ جدا حلو الطريق، جدا ما شاء الله، جدا جميل. غيس، شو رايك بالطريق؟ انت الحلو فيه. نقفل السياره. وهيك رسميا بنكون فتنا على مدينة اللاذقية. اللودي يا اخوي. وقفنا عند سد بلوران لحتى تشوفوا الجمال بصورة كتير منيحة. رح ناخدكم اياها لقطة جوية من فوق لحتى تشوفوا الطبيعة على اصولها. وانتم رايحين على طريق كسب، لازم انتم ماشيين بهذا الطريق حتشوفوا محل هيك تنور كتير، لازم توقفوا تاخذوا استراحه تريحوا حالكم من عند خالي ام ليس. ام الليس توصوا وحده اشقوان هيك على كيفكم. هلا مندوق وبنعطيكم راينا. صورت ايه بس قلت لا ما بصير خالي، والله ما بعرف. قال لي قديش بعد اذنك خالي. يا عمي خلص حلو هلا. انا عملتها لاولادي. الله يسلمك وعز، الله بس واصلتنا الضيافه بعد اذنك. بس عن جد يا جماعه طعمها خرافي، اقسم بالله بدون اي مبالغه، كثير طيبه. الله يسلم ايديك يا خالي. وصلنا على منطقة من أحلى مناطق العالم. نحن على جبال كسب. استمتعوا معنا بالمناظر لأنه شغلات مو كل مرة بتنشاف.
حاليا وين؟ نحن بضيعة ضايعة. طبعا لسه ما دخلنا على بيت أسعد وجودة، بس حاليا في طريقنا إلى بيت أسعد وجودة. عندك ماجد هونيك عم بيصور فيديو، فرجيني إياه. طبعا غيس عم بيصور فيديو. عندكم هذا الشاب يا روحي، تعالوا نورجيكم يا، تعالوا يا روحي. هاي الشاب هون قضى الرحلة، رحلة ما أكوسة، طلالي على هالرحلة، يبقى مو قضاها نايم طول الطريق. يا جماعة اللي بيطلع مع صانعين محتوى على السوشيال ميديا صح بننبسط بالرحلة، بس بتقضي الرحلة كل واحد ماسك تليفونه وبديري عم بيصور فيديو. تعال نورجيك الشباب هونيك أخي. طبعا الطريق كان شوي صعب يا جماعة، حلو بس كتير صعب. عندكم إبراهيم معاون الشوفير اللي هو محمد دكيني، طبعا قريبا راح يشتري سرفيس، يشتغل خط اللاذقية طرطوس، مزبوط لا يا أخي؟ راح يشتري سرفيس، كونوا زباينه. خلينا نكمل لجوا ضايعة ومنوافيكم. أول ما وصلنا قرية السمرة، من أول البيوت اللي توصلوا عليها هو بيت المختار عبد السلام بيسي. بهي المنطقة بالتحديد كان سلانجو يوقف يتمعشق هو وعفوفه عند هذا الشباك بالتحديد. وبهي النقطة بالتحديد الحلقة الشهيرة وقت اللي اجا أسعد بجلالة قدره لحتى يخطب له إياها لسلانجو. ونحن هلأ عند واحدة من أشهر المعالم، بيت جودة وبيت أسعد، وياما غنوا لبعض مواويل من عند هذا الشباك. عن جد على الواقع بتحس حالك عايش معهم بالمسلسل. يا إلهي على الجمال بهي المنطقة، كانوا موفقين باختيارهم لقرية السمرة. طلع العلم التركي وين؟ جد غريب. شايف ايمن؟ يعني بتروح سباحة على تركيا. احلى النقاط اللي ممكن تعدوا عليها الشاطئ عند الحدود التركية. فعليا انتوا على هذاك الطرف بتشوفوا تركيا وبهذا الطرف سوريا، ولكن مناظر بتاخذ العقل. قسما بالله يا جماعة بتنسحروا حرفيا. ومن هي الغرفة ومن هذا الشباك بالتحديد ياما شفنا أبو نادر واقع بمشاكل، قاعد هون عم يتفرج على البحر ويفكر ويلاقي حلول. طبعا يا جماعة ولهون بكون انتهت رحلتنا. ان شاء الله يكون الطريق عجبكم والفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو
لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتحطوا لنا لايك على هذا الفيديو وتكتبوا لنا رايكم تحت بالتعليقات. ولكن الاجابه على سؤال هذا الفيديو الاساسي، هل الطريق من حلب الى الساحل الرحله امنه؟ رح يجاوبك عليها ابو نضال. الطريق امن ودهب والحمد لله ما في شيء. طلعنا فتنا، رحنا في اماكن رحنا عليها ما قدرنا نصور لانه بصراحه هيك المتعه وانه كنا مبسوطين اخذنا عن التصوير، ولكن بشكل عام الرحله على الساحل ممتعه وحلوه والطريق امان. ولكن انتبهوا، انا بالنسبه لي بصراحه اذا قلبكم ضعيف بنصحكم ما تطلعوا، لانه اذا طلعتوا لهنيك على الساحل رح تتعلقوا فيه كتير ورح يصير عندكم هوس بانكم ما ترجعوا. يعني انا قريبا رجعان على طرطوس. لا تنسوا الاشتراك واللايك. سلام.